طبيعته بيفضل في دائرة الراحة حقته، الأشياء اللي متعود عليها سنين. ولكن كيف ممكن توسع هذه الدائرة؟ بأنك تجرب مهارات جديدة. ولكن في مراحل في موضوع التجربة دي. أول مرحلة مرحلة الخوف، تبدأ شيء جديد ما أنت عارفه، أنت خايف، ما في ثقة في النفس، خايف من كلام الناس. بعدين تنتقل إلى مرحلة التعلم، تجيب مدرب، تدخل على اليوتيوب، تتعلم وتكتسب هذه المهارة. بعدين لما هذه المهارة خلاص تتمكن منها، تنتقل إلى دائرة راحة جديدة، وهذه الدائرة أوسع من الدائرة اللي بدأت فيها، لأنك تعلمت وتمكنت من مهارة جديدة. في يوم من الأيام إذا أصريت وإذا علمت نفسك وإذا كلمت المختصين وإذا يعني كملت هذا بالدعاء وباللجوء إلى الله، كل الأمور، الأخذ بالأسباب والتوكل، في يوم من الأيام ربنا إن شاء الله سيحررك من أسر هذه العادة. أنا كنت أحس نفسي مأسور زي المسجون، يعني كأني أسير لهذه العادة، أبغى أنفك عنها وماني قادر. شعور مرة سيء كان. تحاول إلى بعد سنة، سنتين، إن شاء الله 10 سنين، إن شاء الله 20 سنة. أنا بتكلم معاكم من وحي المعاناة. أنا عبر حياتي كلها عانيت من كثير من أنواع العادات السيئة، وبعضها استطعت أقلع عنها بسرعة، وبعضها أخذت سنين. وفي عادات معينة أنا جلست 20-30 سنة ماني قادر أبطلها، وإلى اليوم وأنا بكلمكم في عندي عادات معينة مضايقاني وبحاول أبطلها من سنين ماني قادر. فالرسالة أنه الواحد يفضل يحاول إلى أن في يوم من الأيام سيتحرر من أسر هذا الإدمان. يقول له لرفع مستوى السعادة في حياتك تعلم 3 هوايات. هواية تجلب لك المال، هواية تجلب لك الصحة، هواية تجلب لك الراحة. كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه. كل ما يعجز عن شيء يقول مستحيل. وأحد المفكرين كان يقول إن كلمة مستحيل معناها أنه توجد مشكلة لم تجد لها الحل بعد، ولكن يوجد لها. من نفسية خلاصتها إما حزن من ماضي أو قلق على مستقبل أو ملل في الحاضر. هذه خلاصة كل الآلام النفسية. الإدمان بنسيك ال3 دول. لذلك دائما يقول لك الحكماء لا يخلقون ولكن يخططون. التخطيط للمستقبل يقلل من القلق. القلق ما حقول ينتهي عشان ما نكون عايشين في عالم يعني مثالي، ولكن يقل جدا. علشان تبدع في مجال معين تحتاج إلى 10,000 ساعة تدريب على الأقل. يعني إذا تدربت يوميا 3 ساعات في اليوم تحتاج إلى 10 سنوات. ممكن تنجح، بس بقول مبدع بمعنى يعني أنت تصبح من الأحسن في العالم.